طلبوا مني أعمل حاجات مستحيل أوافق عليها، وهددوني بأهلي، وكنت مرعوبة منهم. ده اللي قالته فاتن حمامة عن الرئيس جمال عبد الناصر ورجالته. مش بس كده، دي سابت البلد خالص وهربت منه، بس هو ما سابهاش في حالها وفضل وراها. يا ترى ايه الحكاية؟ تعالوا نبدأها مع بعض من الأول خالص، لأن تفاصيلها غريبة ومرعبة فعلا. تخيلوا، فاتن حمامة اللي كرهت عبد الناصر وهربت من مصر بسببه كانت مؤيدة للثورة في البداية. مش بس كده، دي دعمته من كل قلبها. بس الموضوع مع الوقت قلب معاها بكراهية، وقالت كانوا بيقبضوا على ناس مظلومة في نصاص الليالي، وياخدوا فلوس وأراضي من الأغنياء بسبب التأميم. اللي حصل ده كان شيء مرعب جدا، وأنا شفت ظلم كتير، بس مش ده سبب هروبي من مصر.